بالبداية نتمنى دائما موفور الصحة والعافية لجلالة الملك الذي نعتبره دائما يقف إلى جانب أخيه فخامة السيد الرئيس محمود عباس وإلى جانب القضية الفلسطينية، واهتمامه الدائم بدرة التاج القدس الحبيبة. أيضا كان لنا شرف في اللقاء اليوم في جهة طنجة بسيد رئيس الجهة سيد الياس العماري ورؤساء الفرق المختلفة الذين نحترمهم ونعتبر لقاءنا بهم مهم، وأيضا بحضور سفير دولة فلسطين في المملكة المغربية. اليوم وقعنا اتفاقية تعاون بين محافظة رام الله والبيرة وبين جهة طنجة التي ستكون مقدمة إن شاء الله للكثير من الأعمال التي تخدم البلدين والشعبين، وإن شاء الله قريبا سيكون هناك اتفاقيات متعددة منبثقة عن هذه الاتفاقية الأم لخدمة أبناء شعبنا الذين يحرص دائما المغاربة أن يكونوا بجانبهم، أبناء المخيمات، أبناء القرى التي يتم الاعتداء عليهم يوميا من هذا المحتل الغاصب. شكرا مرة أخرى للمغرب ملكا وكل مغربي ومغربية مناضل ومناضلة من أجل قضيتنا. نعلم تماما أن القضية الفلسطينية في القلب وستبقى إن شاء الله حتى التحرير والاحتفال بالنصر بالصلاة في مسجدنا الأقصى الذي يعشقه المغاربة.